يا دكتور، هو الامل موجود ازاي والظهر تعبان وفي الام ورجليا مش عارف امشي؟ الاول بس الامل موجود، ده السلوجان او الشعار بتاعنا. ليه؟ لان الامل في ربنا. اللي عارف لو الشفاء في ايد بني ادم والله ما هتخف. على طول كده الشفاء في ايد ربنا. فطول ما ربنا موجود، ربنا كريم على عباده ان هم يتوجعوا خلاص. فبالتالي طول ما ربنا موجود اذا في امل في الشفاء من المشاكل الطبية او في اي مشكلة عموما. خلاص كده، يبقى دي اول نقطة في الجملة. تاني جملة: في الام في الظهر وفي وجع في الرجل. ده اشهر شكوى في الدنيا، وجع الظهر زي الصداع كده. طب اسبابها ايه؟ في الغالب اللي عندك تقوية ضعف عضلات، قوي عضلاتك. في الغالب بتقعدي غلط، اقعدي صح. في وزن زيادة قلليه. لو في غضروف او في عرق نسا، العلاجات موجودة في كل حتة. المفروض تروحي تكشفي دكتور يبص عليكي وتسمعي كلام الدكتور. دكتور مش كويس ما وفقتيش مع دكتور، شوفي دكتور تاني. يعني الشكوى بتاعت ألم الظهر والرجل دي مش حاجة نادرة، مش سرطان ما حدش اكتشف له علاج، ولا كورونا بتموت الناس وبتحصدهم. دي مشكلة موجودة من أول البشرية لحد آخر البشرية. انت بس التعليمات اللي انا قلتها دي التزمي عليها. ولو لسه وجع مستمر هتعملي اشعه رنين على اسفل الظهر، تتشخصي، تروحي للدكتور عمود فقري كويس، هتلاقي الدنيا بتتحسن. ما تقلقيش، بس انت اسمعي الكلام. الف سلامه على حضرتك. كل سنه وانتم طيبين.